السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ معاكم باشمهندس احمد عبد العزيز من هندسه القاهره. بما انك فاتح الفيديو دلوقتي فانت خلاص رسميا بقيت مهندس، الف مبروك. هكون معاكم ان شاء الله في ماده الاستاتيكس، والتفاصيل سايبها لك في الفيديو اللي اسمه البرومو، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. طب الكورس عامه او البلاي ليست هتكون لمين؟ هتكون لاي حد في هندسه، عشان منهج الاستاتيكا الى حد ما ثابت في كل جامعات مصر. حلو. بس إحنا الsources بتاعتنا هتكون من هندسة القاهرة، والشيتات أو المسائل اللي إحنا هنحلها برضه هتكون على نظام هندسة القاهرة، بس أي حد ممكن هو يتفرج على الفيديوهات عشان هي نفس الشرح تقريبًا في أغلب الكليات. طب إحنا هنعمل إيه بقى النهارده؟ النهارده إن شاء الله هنكون فيديو الأساسيات. فيديو الأساسيات ده هيفيد مين بالضبط؟ لو أنت كنت ثانوية عامة سواء عربي أو لغات، فالفيديو ده مثلًا هيفيدك بنسبة 50 60%. ما هو إلا تذكرة بشوية حاجات أنت خدتها في ثانوي، بس إيه بانشّط لك دماغك كده تاني، وأنت لو كنت عربي هاخلّي المصطلحات الإنجليزي تمشي في دماغك أكتر. طب لو أنت كنت ثانوية عامة سواء بقى كنت STEM IG أيًا يكن، وافد من برّه، فلأ الفيديو ده هيفيدك جدًا، عشان تقريبًا معلوماتي كانت ستاتيكا ضئيلة جدًا إن لم تكن معدومة أصلًا. فأنا في الفيديو هاحاول إن أنا أجيب لك كل الأساسيات اللي أنت تخش بيها زيك زي طالب الثانوية العامة عادي. هنبدأ دلوقتي الفيديو، أول حاجة هنتكلم فيها هي الexpressions. المشكلة اللي أغلبنا واجهها أول ما دخل الكلية وهي الإنجليزي، بالذات لو أنت كنت مدرس عربي. هتسمع مصطلحات أنت أول مرة تعدّي عليها، ممكن تكون فاهمها بالعربي، فاهمها كويس جدًا بالعربي، بس أنت عشان ما عدّتش عليك قبل كده فأنت ممكن تستصعب الأمور. والدكاترة في أغلب الجامعات شرحهم أغلبه بيكون بالإنجليزي، وده حلو ليه؟ إن أنت تفضل متعوّد إن أنت بتذاكر بلغة واحدة بس، بحيث إن أنت ما تبقاش مثلًا بتسمع الدكتور بالعربي وترجع تاني تذاكر بالإنجليزي، فالموضوع يكون صعب. فإحنا هنبدأ كلامنا في الأول خالص في الexpressions. في الاستاتيكا في شوية expressions مشهورة جدًا، وهي اللي بتمشي معاك تقريبًا في كل المنهج، هي كمان ديناميكا. أول حاجة فيها اللي هي الforce. يعني إيه force؟ force يعني قوة، طبعًا أنت عارفها. القوة اللي هي مثلًا بتزُق عربية، القوة اللي أنت بتشيل حاجة، دي اسمها قوة. عندك حاجة تانية اسمها coordinates دي اللي هي الإحداثيات، اللي هو مثلًا النقطة في الposition 5 و3، 5 و3 ده هو الcoordinates، ولو أنت كنت 3D مثلًا فهي 5 و3 و4، فدي برضه اسمها coordinates اللي هي بالنسبة لك بالعربي اللي هي الإحداثيات. حلو. تالت حاجة مثلًا اللي هي الangle. angle يعني زاوية، أعتقد مش محتاجة شرح. عندك حاجة كمان وهي الmoment، طبعًا أنت درست في الmoment حاجة اسمها العزم، لو أنت ما درستوش فإحنا هنشرحه فيما بعد، أو الدكاترة هتشرحه فيما بعد. عندك تالت حاجة عندك البلان اللي هو المستوى عشان ال3D. عندك parallel وperpendicular. parallel يعني إيه؟ parallel يعني موازي. طب perpendicular يعني عمودي، عشان الكلمتين دول هيعدّوا عليك كتير جدًا. عندك كمان كلمتين ممكن ما يفيدوكاش أوي بس أنت تكون عارفهم tension وcompression، هناخدهم في آخر الترم. tension يعني شد وcompression يعني ضغط. في مصطلحين مهمين جدًا وهو الdot product والcross product. طبعًا أنت خدتهم، الdot product ده اللي هو الضرب القياسي، والcross product ده اللي هو الضرب الاتجاهي. طبعًا هيتشرحوا برضه فيما بعد. عندك برضه الunit vector، أعتقد أكيد أنت عارفه اللي هو متجه لوحده. ويعني إيه اتجاه؟ يعني direction، اللي هو في اتجاه الx axis وy axis، أو أنت محدد الاتجاه بتاعه يعني direction. وresultant يعني محصلة. محصلة عدة قوى مثلًا اسمها resultant. ممكن دي تكون الbasic في الexpression اللي أنت محتاجها. طبعًا أنت لو قُلت إنجليزي فأنت أكيد عارفها، فأنا برضه باعدّيها عليك عشان لازم نراعي كده. وهنحاول في الفيديو ده إن إحنا نقول الكلام بالعربي والإنجليزي لحد ما تتعوّد عليه، إنما بعد كده في كل الشروحات سواء الدكاترة، المعيدين، حتى وإحنا بنحل هنا هتكون بالإنجليزي بس. كده إحنا اتكلمنا في حوار الexpression، هنبدأ بقى الشرح. أول حاجة دلوقتي هنتكلم فيها وهي جمع متجهين، أو جمع 2 vector. دلوقتي افترض إن أنت مثلًا في القاهرة وعايز تروح مرسى مطروح، وهنفترض إن في طريق مثلًا من القاهرة لمرسى مطروح على طول، فأنت قدامك مثلًا أوبشنين، الأوبشن الأولاني إن أنت تروح إسكندرية، ومن إسكندرية تروح مرسى مطروح، والأوبشن التاني إن أنت تروح من القاهرة لمرسى مطروح على طول. بس في الحالتين أنت اتحركت من القاهرة ووصلت مرسى مطروح، حلو؟ فهي نفس الفكرة. لو افترضنا إن هنا أهو القاهرة مثلًا، هنا إسكندرية، وهنا مرسى مطروح، أنت عايز توصل مرسى مطروح، فأنت إما هتمشي الطريق ده كده ويبقى خدته في طريق واحد، إما هتمشي في طريقين، أدي هو كده وبعدين كده. فأنت إما هتمشي طريق مرسى مطروح على طول كده،
إما هتمشي من القاهرة لإسكندرية، ومن إسكندرية لمرسى مطروح. طب ده معناه إيه؟ أو هناخده إزاي في الاستاتيكا؟ إن إحنا هنفترض إن دي نقطة A مثلًا، ودي نقطة B، ودي نقطة C. فأنت المتجه اللي هو الAC اللي هو من القاهرة لمرسى مطروح على طول، هيساوي كأنك رُحت من القاهرة لإسكندرية، وبعدين من إسكندرية لمرسى مطروح. فده عامةً هو شكل جمع المتجهات، إن أنت تيجي تجمع متجهين لو الحرف ده هو نفس الحرف ده، فإحنا بنجمع على طول كده. وبديهي طبعًا عشان زي ما أنت فاهم الشكل، ففهمت إن إحنا لمّا بيكون النقطة مشتركة كده، فإحنا بنجمع على طول AC. ده هيفيدك بإيه؟ ده هيفيدك بحاجات كتيرة جدًا هاتكلم عليها دلوقتي. بس ده كده أول حاجة، وهو جمع الtwo vectors. تاني حاجة هنتكلم فيها وهي الresolution. يعني إيه resolution يعني تحليل. حلو كده؟ دلوقتي هنفترض إن في force عاملة كده، والmagnitude بتاعها بيساوي 10. يعني إيه magnitude يعني المقدار. حلو؟ فالforce دي 10 نيوتن، وهي مثلًا عاملة زاوية إيه، عاملة زاوية مثلًا 30 هنا كده. حلو؟ دي الإيه الangle بتاعتها. فإحنا دلوقتي عايزين إن إحنا نحللها في متجهين، المتجهين بتوعها اللي هم الI والJ. إيه الI والJ ده؟ الI اللي هو مشيت قد إيه في الX axis. الX axis ده اللي هو محور السينات. فمشيت قد إيه في الX axis، ومشيت قد إيه في الY axis. Y axis ده اللي هو محور الثبات. فهنعملها إزاي؟ فاكر إحنا كنا زمان أخدنا إن مطرح ما الزاوية تمام الدايرة التمام، أو أيًا يكن الطريقة اللي أنت بتمشي بيها. فإحنا هنا هي مشت الحبة بتوع X دول كده كان الماجنتيود كوزين الزاوية، فهي مشت هنا 10 كوزين 30، ومشت هنا كده 10 ساين 30، صح كده؟ طب الاتجاهات بتاعتهم هي مشت في الX axis البوزيتيف، ومشت في الY axis برضه البوزيتيف، فخلاص يبقى هما الاتنين بالموجب. فإحنا هنكتب إن هي مشت في اتجاه الإكس 10 كوزين 30. إحنا قلنا اتجاه الإكس الفيكتور بتاعه أو اليونت فيكتور بتاعه اسمه إيه؟ اسمه I. فإحنا هنكتب هنا إن هي مشت 10 كوزين 30. حلو؟ وفي الواي أكسيس اليونت فيكتور بتاعه اللي هو الجي، فإحنا هنقول إن هي مشت في الجي 10 ساين 30. كده أنت عملت ريزوليوشن للفورس على 2 أكسيس اللي هما الإكس والواي. طب تعالى مثلا نعمل مثال تاني. لو افترضنا إن أنت عندك أهي والفورس شكلها مثلًا كده. الفورس أهيّة F هنا مثلًا بتساوي 20، والأكسيس أهيّة تساوي 45. هنحلل دي إزاي بقى؟ هنشوف هي مشت قد إيه في الX axis ومشت قد إيه في الY axis. فهي مشت والله في الX axis الحبّة دول كده، وهُم الحبّة من هنا لهنا كده، ومشت في الY axis الحبّة اللي هُم من هنا لهنا. طب هنجيبها إزاي؟ زي ما قُلت لك مطرح من الزاوية تمام تبتدي تجيب التمام، أو تجيب الزاوية اللي هنا على طول ب45 برضه. فهنقول والله إن هي مشيت هنا 20 كوزين 45، ومشيت فوق في اتجاه الY 20 ساين 45. حلو. طب بعد ما جبنا الmagnitudes بتاعتهم هنشوف الاتجاه. هي مشيت في أنهي X؟ مشيت في الX النيجاتيف، فهتكتب هنا أهو النيجاتيف في الX. طب في الY طلعت والّا نزلت؟ لأ طلعت، يبقى هي مشيت في الY البوزيتيف، فنكتب هنا بوزيتيف. فلمّا نيجي أجيب بقى الفورس كvector، هتقول إن الفورس هتساوي كام في الI بلس كام في الJ. مشيت كام في الI؟ سالب 20 كوزين 45، نيجاتيف 20 كوزين 45. طب مشيت قد إيه في الJ؟ 20 ساين 45. يُفضّل إن أنت تسيبها زي ما هي كده، عشان إحنا شوية كده هناخد إن إحنا بنشتغل على كذا فورس مثلًا بنجمعهم. فأنت لمّا تجيب الresultant وأنت مقرّب كذا مرّة، فالresultant بيطلع متقرّب جامد، فبيكون غلط. ممكن تحتاجه بعد كده مثلًا في moment أو حاجة فيبوظ منّك، فأنت تسيبه زي ما هو كده بالزاوية، وتجمع زي ما هي كده بالزاوية. اتفقنا؟ دلوقتي هنعمل مسألة resultant. يعني إيه resultant؟ resultant يعني محصّلة. هاجيب لك 2 forces وأنت تجيب المحصّلة بتاعتهم. أصلًا يعني إيه محصّلة؟ المحصّلة دي معناها إن إحنا نقدر إن إحنا نستغني عن ال2 forces، ونحط مكانهم force واحدة تغنينا عنهم. حلو؟ فإحنا مثلًا هنجيب الforce الأولانية اللي إحنا كنا لسه شارحينها دلوقتي، اللي هي كان الmagnitude بتاعها ب10 والangle بتاعتها 30، والforce التانية اللي هي كانت كده، كان الforce ب20 والangle ب45.
فإحنا هنعمل زي ما عملنا دلوقتي، قُلنا إن الforce 1 دي هنسميها force 1 ودي هنسميها F2 تمام؟ هنقول الforce 1 بتساوي 10 cosine 30 في اتجاه الi direction plus 10 sin 30 في اتجاه الg direction، وF2 هتساوي -20 cosine 45 في اتجاه الi direction زائد 20 sin 45 في اتجاه الj direction. طبعًا أنت فاهم جيت منين، همّهم نفس الtwo forces اللي إحنا إيه لسه شارحينهم. دلوقتي بقى إحنا عايزين نجيب الresultant بتاعتهم. نجيب الresultant إزاي؟ أول حاجة الresultant طالما هي مسألة 2D فالresultant هتفكها لRx والRy. لو إحنا عايزين نجيب أحداث الsin بتاعها وأحداث الx وأحداث الy بتاعها. هنجيبه إزاي؟ Rx دي بتساوي سيجما Fx اللي هو إحنا هنجمع كل الأحداث الI في كل الforces، ودي هكذا بتساوي سيجما Fy اللي هو إحنا هنجمع ده زائد ده زائد اللي شبهه وهكذا لحد ما نجمعهم كلهم. طب عشان تكون منظم تجيبها إزاي؟ أول حاجة هتقول إن هتجيب Rx كده أهو هتساوي إيه؟ هتساوي اللي هو ده كده، والمفروض أنت تعملها بشكل تحت بعضهم بحيث إن هي إيه تكون أسهل وأنت بتحسب. هتقول والله كده 10 كوزين 30 زائد تاخد ده بإشارته طبعًا يعني ما فيهاش نقاش ديّة، زائد -20 كوزين 45 وزي ما قُلت لك إن أنت تسيبهم بزواياهم كده أحسن لك عشان وأنت بتقرّب تحت في الآخر لو أنت فضلت متقرّب ولما جيت تيجي تحسب الresultant في الآخر الموضوع هيكون صعب، وهيكون غلط عشان أنت مقرّب ومقرّب ومقرّب فالناتج في الآخر خالص بيكون مقرّب بنسبة كبيرة، هو ما بيكونش بالضبط، إنما أنت لو بتسيبها بالزاوية بتاعتها كده في الآخر الناتج هيكون قريب. حلو؟ دول هيطلع بكام؟ هنحسبها على الآلة الحاسبة هتدّيك تقريبًا -5.481 88 فإحنا هنكتبهم إيه نقرّبها ل9. حلو؟ المفروض إن أنت تكتبها 3 أو 4 أرقام بعد العلامة العشرية عشان وأنت بتقرّب نفس المشكلة برضه نيوتن. حلو؟ هنجيب الRy إزاي؟ نفس الفار هتجيب ال10 ساين 30 دول 10 ساين 30 زائد 20 ساين 45 هيساوي كام؟ هيساوي 19.1421 نيوتن. حلو؟ دلوقتي بقى أنت أمّا تجيب الR اللي هي resultant كvector هيساوي إيه؟ هيساوي -5.41819 في اتجاه الI direction plus 19.1421 في اتجاه الG direction. أنت كده جبتها كvector. طب تعالَ نفترض إن هو طلب منك الmagnitude بتاعها، زي ما قُلت لك magnitude يعني مقدارها، هتجيب الmagnitude إزاي؟ وعامةً أي magnitude بييجي إزاي؟ بتجيب الsquare root لكل الcoordinates بتاعتها، كل الإحداثيات بتاعتها. فوالله الR شكلها إزاي؟ شكلها عامل كده، دي معناها الmagnitude بتاع الR vector وقمنا إيه حاطين كده، بيساوي إيه؟ هنجيب الsquare root -5.41219 square plus square هيطلع لك برقم. هيساوي كام؟ 19.9116 نيوتن. ده كده الmagnitude بتاع الvectors. حلو كده؟ فأنت كده لو هو اداك two forces تعرف إزاي تجيب الresultant بتاعهم وتجيب الmagnitude بتاعهم. طبعًا مش لازم 2 هو أكيد في الامتحان مش هيجيب لك 2 ممكن يجيب لك 3 5 وهكذا. حلو؟ هو بيقعد يزود لك في الforces بحيث إن أنت تتلخبط. إنما force زي 10 هي نفس الطريقة، بس لمّا بيكونوا جنب بعضهم كتير أنت ممكن تتلخبط، عينيك ما تاخدش بالها، بيحصل غلطات كتيرة من كده. أهم حاجة في الاستاتيك إن أنت ما تتوترش، شوف المسألة عادي حتى لو شُفت إن في حاجات كتيرة أو مسألة أنت أول مرة تشوفها برضه تتعامل عادي. حلو؟ فكده أنت اتعلمت إزاي تجيب الmagnitude. طب دلوقتي إحنا عايزين نجيب الvector ال طب دلوقتي إحنا عايزين نجيب الdirection بتاعها، هنجيب الdirection إزاي؟ بُص هتجيب tan theta الثيتا ديّة اللي هي الdirection اللي إحنا عايزينه. حلو؟ هيساوي إيه؟ الabsolute بتاع الRy
على الابسوليوت بتاع الار اكس، اللي هو هيساوي في الحالة دي الار واي اللي هي كانت 19.1421 على اللي هو الابسوليوت بتاع سالب. هل السالب مثلا في حاجة؟ لا، هحطه في الابسوليوت، بس انا بقول لك ايه المفروض تجيبها ازاي. حلو، هتعملها على الايه هتطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك دلوقتي من الزاوية 47 درجة. حلو، معنى ان طلع معاك ان الزاوية 47 درجة، هل معنى كده ان هي في الربع الاول؟ لا، مالهاش علاقة. لو احنا دلوقتي عايزين نعرف الاتجاه بتاعها، هنعرفه ازاي؟ هتجيب الدايركشن بتاع الار واي، هتشوف الماجنتيود بتاعها، لا ده موجب 19، فالاتجاه بتاعها بوزيتيف. حلو، طب هتشوف الدايركشن بتاع الار اكس، هتشوفها كده طلعت بسالب 5، فمعنى كده ان الدايركشن بتاعها نيجاتيف. فانت انهي ربع ان الاكس فيه نيجاتيف والواي فيه بوزيتيف؟ دي اكس نيجاتيف يعني هو هنا كده. حلو، طب واي بوزيتيف فمعنى كده ان هو فوق، فمعنى كده ان انت ايه في الربع التاني. طب عشان نجيب زاويه من الربع التاني كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول 180 ناقص سيتا، ده عشان لو هي كانت في ايه في السكند كوارتر او اللي هو الربع التاني. فانت تقول والله ان الانجل بقى اللي انت محتاجها بجد هتبقى 180 ناقص السيتا اللي هي 47 دقيقه، تطلع معاك بكام؟ ب 106، وهتكون دي الاجابه. حلو كده. بسرعه عشان الكاميرا ما كانتش بتصور، كنت بقول لك دلوقتي ان لو الار اكس كانت نيجاتيف والار واي كانت نيجاتيف، فانت هترسم كده، هتقول والله الار اكس نيجاتيف هنا كده، الار واي نيجاتيف كده، فهتبقى في الربع الثالث. قلنا الربع الثالث بنحسبه ازاي؟ قلنا 180 زائد السيتا اللي في العدله. طب لو كانت الار اكس بوزيتيف والار واي هي النيجاتيف، فهتقول والله الار اكس بوزيتيف كده، الار واي نيجاتيف كده، فهتبقى في الربع الرابع. الربع الرابع بنحسبه ازاي؟ كانت 360 ناقص سيتا. طب لو كانت الار اكس بوزيتيف والار واي بوزيتيف، فالسيتا هي السيتا اللي طلعت لك على طول، وده نادرا لما بيجي، وده معناه ان هي في الايه في الربع الاول. حلو، فانت اهم حاجه زي ما قلت لك ان انت تجيب الدايركشن بتاع الار اكس والدايركشن بتاع الار واي، وتشوفها هي في انهي ربع، وبعدين تشوف هل هتضرب 180 ناقص الانجل، ولا هتجمع، ولا 360، ولا هي نفس الانجل. حلو، عشان ممكن يكون هما الاربعه موجودين في التشويسز عادي جدا، وهي واحده بس هي اللي صح، مش كلهم طبعا. دلوقتي كده احنا خلصنا الكلام في ال 2 دي، هنبدا نتكلم بقى على ال 3 دي. طبعا انت في ثانويه عامه خدت شويه معلومات عن ال 3 دي، بس انت ما تعمقتش قوي زي ال 2 دي. فزي ما قلنا عشان احنا هنراعي كل الظروف، فاحنا هنبدا ال 3 دي من الاول خالص. اصلا ازاي بنرسم ال 3 دي؟ الاكس والواي احنا كنا بنعمل كده وكده، الموضوع خلاص. لا، 3 دي بقى انت عايز تعمل اكس وواي وزد. يعني اعتبر نفسك كده في اوضه مثلا، فلو جيت بصيت كده عند حيطه هتلاقي ان في 3 خطوط كده. الخط ده كده هو الاكس، والخط ده هو الواي، والخط اللي في الحيطه اللي هو عامل كده هو الزد. بتترسم ازاي؟ بتترسم كده، بتشد خط كده، تعمل خط كده، وبتطلع كده. شوف شبه الحيطه كده، فده الاكس اكسيز، ده الواي اكسيز، وده الزد اكسيز. حلو، اول حاجه عايزين نعملها احنا ازاي بنقرا النقطه. احنا لو عندنا نقطه احنا ازاي نقراها؟ حلو، هنعملها ازاي؟ هنفترض مثلا ان احنا عندنا نقطه عامله كده مثلا، في حاجه اسمها الدوتد لاين. الدوتد لاين ده اللي هي بتبقى نقط عامله كده، وهو بيديها لك في الرسمه عشان تعرف هي في انهي مستوى. فاحنا لو عملناها كده، فاحنا عرفنا ايه ان هي في الاكس واي دايركشن، اكس واي بلين. ليه انها في الاكس واي بلين؟ عشان هي تحت عدت الواي، فانا عدت الواي فهي خلاص بقت تحت، بقت على الارض. طبعا انها بقت على الارض فهي بقت في الاكس واي ايه بلين. فانت هتعمل كده كده ايه، فالنقطه باين ان هي في الاكس واي بلين، ومعنى ان هي طلعت لفوق فمعنى كده ان هي في الزد ايه البوزيتيف. حلو كده. طبعا هشرح دلوقتي كذا مثال، بس انا بقول لك المثال ده. الدوت لاين نازله لفين؟ نازله لتحت الواي، معنى انها نازله تحت الواي فهي تبقى في الاكس واي ايه بلين، هي في الارضيه اللي تحت. حلو، ومعنى ان الخط طالع لفوق مش لتحت، فكده معناها ان هي في الايه في البوزيتيف زد. المهم، فاحنا دلوقتي هنفترض مثلا ان الطول ده ب2، الطول ده ب3، الطول ده ب5. حلو، الطول ده كده ب5، الطول ده ب2، الطول ده طبعا ارقام مش منطقيه بس مثلا. حلو، عشان نكتب النقطه مثلا احنا نسميها هي انها نقطه ايه. عشان نكتب نقطه ايه ديت، فانت تعمل ايه كده، وهتفتح قوس. هتشوف الوقت هي مشت قد ايه في الاكس. هي مشت الحبه دول. طب الحبه دول كده بيساوي قد ايه؟
هتلاقي مكتوب في حتة من الأماكن مكتوب الرقم بتاعها اللي هي ال3، فهي مشت في الإكس 3. حلو؟ هل هي مشت في البوزيتيف إكس ولا في النيجاتيف إكس؟ لأ، هي مشت في الإكس البوزيتيف، بتبقى بوزيتيف 3. نيجي للواي، هي مشت قد إيه في الواي؟ هنشوف هي مشت 2 في الواي. ف في البوزيتيف واي ولا في النيجاتيف واي؟ لا والله هي في البوزيتيف واي، الاتنين اهي والواي اهي، هي ايه في البوزيتيف واي. هنشوف هي طلعت ونزلت قد ايه. لا والله هي النقطة طلعت. طب طلعت قد ايه؟ طلعت 5، فمعنى كده ان هي بوزيتيف 5، وقلنا ان دي بوزيتيف 2. حلو، ده مثال سهل جدا. يجي مثال تاني. اهي اهي اهي. لو افترضنا مثال بقى صعب شوية، ان احنا هنعمل نفس النقطة كده اهيت، بس الدوتت لاين هننزلها قبل الواي اهي، وهنوقفها هنا كده. فانت هتشد خط اللي هو ده كده، ده اللي هو النيجاتيف اكس. حلو، ده كان البوزيتيف اكس، ده النيجاتيف اكس اللي ورا كده. حلو، وده الواي وده الزد. النقطة دي كده معناها ان هي في اي مكان، معناها ان هي في النيجاتيف اكس واي بلان، عشان انت هتجيب خط كده وهتجيب خط كده، فمعنى كده ان هي خلاص بقت في الايه، في النيجاتيف اكس. طالما الدوت لاين ما عدتش الواي، ما نزلتش لتحت، فهي ورا، بمعنى ان هي ورا، ان هي في الايه، في النيجاتيف اكس. حاجة هادّيك نفس الأطوال، هاقول لك برضه إن دي ال2 وإن دي هي دي 3 وإن طلع 5 برضه. حلو، هنسميها حتى نفس الAN، فهنا إن الA بتساوي إيه بقى؟ هي بعد كده هنيجي نشوف مشيت قد إيه في الX، والله هي مشيت 3، بس مشيت 3 في الpositive والّا في الnegative؟ لأ والله إحنا رجعنا لورا، فكده يبقى هي مشيت -3. طب في الY والله هي مشيت كده 2، في الpositive والّا في الnegative؟ لا والله في الpositive، هتبقى 2. طلعت كام؟ طلعت 5. حلو، ده مثال تاني. نجيب مثال تالت أهي، أهي، أهي. هنعمله مثلًا نازل لتحت كده، والdotted line بتاعه طالع لحد إيه، عدّى الY كده. حلو، عايزك بقى أنت كده تقول لي هو في أنهي بلان. طبعًا دلوقتي بما إنه نازل لتحت، فهي كده تبقى في negative Z، دي ما فيهاش نقاش. معنى بقى إن هو طلع لفوق كده، فهو دلوقتي في الpositive X ولا في الnegative، وفي الpositive Y ولا في الnegative؟ هتشد خط، هتيجي تلاحظ إن هو في الnegative X عشان هو عدّى الY فبقى ورا. طلع إن هو بقى ورا، الورا ده في الpositive والّا في الnegative؟ في الnegative، فده كده negative X، فهو هتعمله كده وهتعمله كده. حلو، عشان تعرف هو مشي قد إيه. فهو مثلًا هيدّيك الأطوال دي كده 3 وهيدّيك دي 3 كده، دي 5، سوري دي 3 ودي 5. حلو، دي نقطة، النقطة فين؟ النقطة أهي هنسميها A. فأنت هتشوف والله الA ديّة مشي قد إيه في الX، والله هو مشى الرقم ده، هو ده كده اللي هو كام؟ ب3. طب في الpositive والّا في الnegative؟ لأ، في الnegative. طب في الواي مشي قد إيه؟ مشي 2، في الpositive والّا في الnegative؟ في الpositive. طب في الX في الZ سوري، في الZ طلعنا والّا نزلنا؟ لا والله إحنا نزلنا، بتبقى -5. حلو، طبعًا الدكتور أو المعيدين هيعملوا عليها example كتير وزي ما موجود في أول محاضرة، بس أنت بافكّرك بيها وباحاول إن أنا أسهّلها لك على قد ما تقدر. أهم حاجة في الموضوع ده هو الdotted line، تشوف الdotted line وصلت للpositive والّا الnegative X، والpositive والّا الnegative Y، وهتشوف بقى السهم لو طالع لفوق فده معناه الpositive Z، لو نازل تحت ده معناه في negative Z. حلو، سؤال ليك بقى مش هاحله، لو النقطة عاملة كده وهو عامل مثلًا كده، ثانية بس، لو افترضنا مثلًا إن هو عامل كده، هنعمل كده وهنعمل كده. حلو، والdotted line بتاعه عامل كده. حلو، ده معناه هو في الpositive والّا في الnegative X، والpositive والّا negative Y، والpositive والّا negative Z. هاسيبها لك بقى أنت اللي تفكّر فيها. حلو، مش هاحل لها السؤال ده. حلو، كده أنا كلمتك في إيه، في النقط إزاي بتتعمل وإزاي تكتب إحداثيات النقطة. هنتكلم برضه على الresolution بس في ال3D. بُص، عايزك تركّز بقى معايا عشان موضوع الresolution 3D ده موضوع كبير جدًا، وتقريبًا أنت بتفضل تدرسه حبّة حلوين، وهو ده اللي بييجي في quiz 1، وهو ده اللي هيوقّعك، وهو ده اللي هيخلّيك تجيب 3 من 15 في أول quiz. بس إن شاء الله، إن شاء الله يعني هنجيب أحسن من 3 في أول quiz.